معايا ايضا اللاعب حمدان الكمالي، كابتن منتخب الشباب، كابتن منتخبنا الاولمبي، لاعب نادي الوحده. ادري انك متاثر وايد يا حمدان. حمدان، اول شيء نقول لك البقيه في حياتك. انا الحين مصدق الصراحه. هذا قضاء الله وقدره يا حمدان، وكلنا ضيوف في هذه الدنيا. انا مكلمنا الساعه 11 ربع. مو مصدق، انا مو مصدق. متى كلمت يا حمدان؟ كان رايح بيتنا. كان رايح بيتكم؟ مو مصدق الصراحه، للحين مو مصدق. لما كلمك شو قال لك حمدان؟ قال لي دقائق خلي اخوك يطلع برا. استغفر الله. الله اكبر. هو كان جاي يسمونه، كان بيسافر اليوم هو حمدان؟ لا، اليوم الصبح تلاقيت وياه. كان جاي الربيع انه يعتذر ويروح، والاداره يعني كلمونا يتم في المعسكر. نعم. لما يشوف الدكتور، وعقب يمكن يرخصونه عشان يسافر الماني. وربيع اظن كان عنده تمرين، ورخص ربيع انه يرد ابو ظبي. بالضبط حمدان الحادث وين صار بالضبط؟ الساعة كام؟ خلنا اكمل لك السالفه. تفضل. زين، عقب خلى ربيعه يظهر الظهر على الساعه 1، قال لما يشوف الدكتور وهذا على الساعه 5 قرأوا. وقال حمدان بشيل سيارتك. وشيل سيارتي وياس يكلمني الساعه 11 ربع، قال لي خلي اخوك يطلع برا وسوي لي تليفون صوب جسر الشيخ زايد. يعني بعد دقيقتين لين بيتنا. الله اكبر. يا الله. وانا الحين مو مصدق. لازم. كيف وصلك الخبر حمدان؟ من اللي خبرك؟ انا سمون محمد فوزي جاي يركب الغرفه وكلمني، وقلت ما قدرت، يعني قلت مستحيل، تو مسكر من عندي. اعطيته التليفون قلت له يود شوف التليفون دياب تو مكلمني. قال حمدان ما قدرت. عقب ساعه ساعتين استوعبت، يعني الحين صراحه ما ادري مستوعب. مو مصدق الصراحه. الله يكون في عونك. هذا قضاء الله وقدره حمدان، ونحن ما نقدر نوقف امام هذا القضاء والقدر. نحن مصدومين مثلك في البدايه، يعني ما استوعب. حمدان انا لله وانا اليه راجعون. خلاص، نحن شكرا لك يا حمدان. يعني الولد متاثر بشيء كبير، ولازم ايضا نراعي هذا الشيء.